ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. اعمل لكم بقى تورتيه حلوه او محندقه كده وجميله. شايفين عامله ازاي؟ عسوله كده عسوله. متنسونوش بقى في اللايك والاشتراك يا حلوين. وانا جيت لكم اهو تاني ومش هسيبكم. واللي بيحبوني وعايزيني مش هسيبهم ابدا ابدا ابدا. المفروض بقى ان احنا لو احنا عايزينها فاكهه يبقى عندنا فاكهة فريش وحلوة كده. بس احنا ما عندناش الا البرتقال. فكنت مخلص. وطبعا ما ينفعش اجيب حاجة من الفريزر واحطها عشان بتبقى لونها مغير ومش حلو. لازم فاكهة الترط تبقى فريش وحلو. تمام. عملنا بقى بالموجود. وبقى قلة تكاليف تعملي وتفرحي ولادك. شايفين شكلها جميل ازاي؟ واكيد طعمها حلو ما دقتهاش يعني. معانا 6 براد بدرجة حرارة الغرفة. معانا نص كيلو دقيق سبونج ومنخول. عايزاه ابيض حطيه علشان احنا عايزينها بالشوكولاته. هنحط معلقتين كاكاو خام لان انا ما كانش عندي كاكاو. ما كانش عندي اقصد سبونج بالشوكولاته. حطيت طبعا كاكاو خام اسباني من الحلو ومنخول علشان يدي نتيجه الشوكولاته. معانا معلقه محسن جل. في منه كذا نوع، المتحده وفي كذا نوع يعني. اللي عايز اي نوع منه يجيبه. المهم ان هو يكون شفاف يكون حلو كده. انا بجيب بالكيلو. معانا معلقه فانيليا. الكيلو بيقعد عندك لو سنه مش بيحصل له اي حاجه. واوفر لك من المعلقه ام 5 جنيه. معانا نص كوبايه ميه بس انا مزوداها معلقتين كمان علشان الكاكاو الخام. يعتبر الكاكاو الخام زيادة عندي على نص كيلو. طبعا الصينية كبيرة تاخد، لو عايزة احط فيها كيلو هحط. بس المية زودتها معلقتين علشان الكاكاو الخام. نضربه كله كويس ببعضه قوي. ما تضربوش حاجة لوحدها علشان الدقيق يدي تفاعل الحاجة اللي فيه وما يهبطش معاكي. لان لو الدقيق ما تفاعلش كويس بالعجان وبالبيض وبالمية بتاعتك وبالحاجة مش هيبقى يعتبر ما اندمجش مع بعض كويس. والخليط هيهبط معاكي ومش هيبقى مدي القوام اللي احنا عايزينه. طبعا القوام 10 دقايق او ازيد شوية. ونسخن الفرن على درجة حرارة 180. وهندخله في رف اوسط وهنسويها ونخبط عليها. نرزعها علشان نطلع منها اي هواء. واللي في الاسباتيولا ده هنشيله ونحطه. وانا كذا مرة منتج الفيديو ده. انا انا هبط. انا هبط. خلاص كده تمام. خلاص كده تمام. هنغطي عليها بفوطة علشان تعرق في بعضها وتبقى حلوة وما تبقاش مفرولة ساعة العمايل. وما تخافيش خالص وما تقوليش ان هي تبقى بايظة معاك ولا هتعرق. لا بل بالعكس بتزيد طراوة وبتبقى حلوة جدا. وبتبقى طرية يعني. هنسيبها لتاني يوم علشان انا كنت عاملاها بالليل. عايزة تسيبها 3 4 ساعات ماشي. المهم ان انت تغطي عليها وتسيبيها ايه تعرق في بعضها كده. ما تخافيش خالص. خلاص يا حبايبي كده. البردة بقى انا كنت محتاسبة بين البردة والصينية والرخام علشان ما فيش عندي البردة اللي هي الورق ان انا احط عليها على طول اللي هي بتبقى بتاعة تحضير او بتحط بتقدم عليها بتاعة تقديم يعني. معانا بقى المنشار. بس اي حاجة هي بتنفع وشلتها بالسكينة في الاخر ووضبتها. معانا المنشار بيساوي الترط يا جماعة جدا سواء المدورة او المربعة. إيه شايفين معانا هي قوامها كده جميل. بتطلع متساوية جدا جدا متبقاش مميل. شايفين الكيكة بتاعتنا عاملة ازاي مفرولة وقشطة. تتاكل حاف كده. خلاص بقى معانا الحشوة بتاعتنا عبارة عن ايه. لسه هقول عبارة عن ايه. كاكاو إيه. هنقول الاول الجناش. معانا كوباية لبن حليب حليب عادية. مع 250 جرام شوكولاتة بس هي مش باينة. شوكولاتة خام او شوكولاتة مطبخ يعني من اللي انت اي حد بيجيبها اللي هو القالب ده او بالكيلو. وهتحطها على البوتاجاز لما تسخن في بعضها وتغلي. هنقول نعمل ايه. ده الجناش معروف يعني.
ده طبعا لا كريم كريم خفق ولا كريم طهي. هنسقي التورته بتاعتنا عشان انا كنت نسيت، عشان تبقى تدينا طراوه اكتر وما تفرولش فوق الاسباتيوله بتاعتي وانا بشتغل. تسقى بقى نيوتيلا بميه، شربات بميه، عسل بميه، اللي هو بيبقى فيه ليمون ده، عسل طبيعي، زي ما انت عايزه تسقيها سقيها، لبن على نسكافيه، لبن على كاكاو، اللي انت تحب تسقيه بها سقيه. طبعا معانا بقى الحشوة بتاعتنا عبارة عن كريم شانتيه، كوباية على كوباية لبن متلجة بس ما تكونش مليانة، أو كوباية مية، مش لازم لبن حليب، بس اللبن بدها يعني عزازة شوية في الطعم. وهتضربوها في المضرب وهتحط عليها معلقتين سكر. ما انتش هتعملي معلقتين سكر ولا هتحط معلقة ولا هتحط كاكاو خام ولا هتحطي كريمة طا... كريم شانتيه خام. هتجيبي موس شوكولاتة بيتباع جاهز عند مستلزمات خامات الحلويات، بيتباع جميل جدا للحشوات، زيه زي الكريمة وبسعر الكريمة، بس اسمه موس. في منه فانيليا ومنه شوكولاتة ومنه بالفراولة. طبعا اللي انت عايزة بقى، عايزة تعملي الموس في البيت، هتجيبي الكريم شانتيه البودر وهتضربيه في العجان او في المضرب بتاعك بشويه جناش من اللي احنا هنعملهم دول، اللي هو الشوكولاته على اللبن وبيتقل معاكي بيبقى جناش، بتضيفيه على الكريمه بتاعتك يعتبر الموز بتاعك، وبقى عزيز الطعم برده وجميل ومن غير اي سكر ولا اي حاجه. ما انتش هتحطي جناش. طبعا ده انا عاملاه بجناش، يعني ده كريم شانتيه بودر على جناش، اللي هو الجناش اللي انا بعمله ده اهو، بس كان تقيل عندي في الفريزر، قمت حاطاه على الكريم شانتيه، بقى ايه زي الموز بالظبط من غير سكر ولا اي حاجه. هتحط مع ربع كوبايه زيت او اقل من الربع على الشوكولاته اللي انت سيحتيها اللي هي الجناش عشان يديله لمعه. ما عندكيش حط معلقه زبده او نص معلقه زبده على حسب الكميه اللي انت عايزاها، او معلقتين عسل جلوكوز عشان يديلك اللمعه، ولا سكر ولا كاكاو ولا اي حاجه، الشوكولاته واللبن الحليب بس، عسل او احلى جناش، ولا طاهي ولا حاجه. هنجيب بقى السكينه بتاعتنا بتاعت التجليس، هنجلس بها نبلها ميه كده في الاخر ونجلس بها الكريمه بتاعتنا. وقلنا الكريمه يا اما تجيبي موس شوكولاته جاهز، يا اما تعملي كريم شانتيه على جناش، معلقتين 3 جناش، يا اما تجيبي كريم باستري على كريم شانتيه على كاكاو خام، تضربيه على بعضه في المضرب على معلقتين باستري كريم، ويبقى برضو معاكي الحشوة. عايزة تحشي كريسب احشي، عايزة تحشي نيوتيلا احشي، عايزة تحشي مربى حليب احشي، معانا اي صوص احشي، اي حاجة انت عايزة تحشيها احشي. بس انا حشيت كريمة من اللي انا عاملاها دي اللي بالشوكولاتة عشان يبقى كله شوكولاتة في شوكولاتة. طبعا بقى حبايبي صفينا الجناش بتاعنا وعايزاه يبرد شويه ويتقل، حطيه في التلاجة 5 دقايق. طبعا هتقطعي على حسب ما انت عايزه، انا كانش عندي تفكير ان انا اعمل حاجه معينه، عملت كده باللي جه في دماغي عملته. عايزه تعملها 4 8 5 اللي انت عايزه تعمليه، قسمها قدامك بطرف السكينه او طرف المنشار وزوقي. كريمه برضو كانت عندي في الفريزر، حطيتها في كيس حلواني، حطيتها او كيس تزيين او كيس تلاجة، وهتحط الموز بتاعك واللي هو الحديد ده، نجمة، فراشة، وردة، الشكل اللي انت عايزاه، وهتزوقي بيه. انا زوقت والله اي حاجة كده جت في دماغي وكنت مستعجلة كمان. وعندي كان كبوت في الفريزر طلعته برضو، ما تحطوش تحت عشان بيبوظ، طلعته برضو واشتغلت بيه بدل الفاكهة، بينفع في اي وقت بدل الفاكهة، وما بيحتاج لا جل تلميع ولا اي حاجة، لان يعني بيبقى مسق في المية بتاعته. لكن اي فاكهة لازم يبقى لها جل تلميع يا حبايبي عشان ما تنشفش منك وتسود وتبقى وحشة، تقولي يا ترى هي عاملة كده ليه. الكريس بتاعنا برضو كان في الفريزر. طبعا انا رجعت زودت كبوت تاني، ده بقى جيلي اسمه جيلي على البارد، بيجي جاهز كده ب10 جنيه، رخيص جدا، بتزوقي بيه. في منه بالكيوي، في منه بالفراولة، في منه بالمانجا، وبيجي وبتزوقي بيه وبيبقى طعمه لذيذ جدا جدا، ومفيش له اي استعمال ولا غالي ولا اي حاجة، وبيدي شكله للتورتة وجميل، يعني مفيش فيه اي حاجة ب10 جنيه بس، وبيقضيكي 20 مرة. تمام. حط في التلاجة. انا كل ما رحت كرنس ببقى اجيب مثلا حاجة ب20 جنيه، ب50 جنيه، ب30 جنيه على حسب اللي معايا، واجيبها واحطها في التلاجة، بتنفعني في اي وقت.
معنا برضو اللي هو ده مش جيلي تلميع، ده جيلي على البارد برضو، اللي بالمانجا بتاعه، في منه في كيس ومنه في العلب. اللي في الكيس ده اسمه جيلو تقريبا يعني، لكن التاني هو يعني ده شركة وده شركة بس نفس بعض يعني. شوفوا بقى، انا اتكلمت كتير، هبط والله، عايزة كوباية شاي او اي حاجة اشربها الوقت. خلاص كده هنحط الجناش بقى بتاعنا، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك. يلا يا حلوين، احلى تورتايه واحدق تورتايه جميله. عايزه تحط الجناش في النص بس ونص فاكهه، حط براحتك.